يكون في فلوج جديد من مؤتمر الطب النفسي 19 في اسكندرية. السنة اللي فاتت برضه عملت فلوج كده. بس المرة دي أنا جاي أتكلم عن حاجة. طبعا مهتم جدا بموضوع العلاج النفسي وكده. بس في موقف بقى أنا مريت بيه امبارح، وأنا اتعلمت منه حاجة وحابب إن أنا يعني أقول لكم عليها. في مكان بسعى إن أنا أقدم فيه بقالي فترة طويلة. المهم في يوم مرة من المرات ربنا وفقني ووصلت للفاينل. هو ما حصلش نصيب، تمام، و ما حصلش نصيب ان انا ادخل، بس مش كمستوى اللغة، لا هو كان في اسئلة تانية يعني اوفر اول. مفيش نصيب. فسعيت امبارح ان انا اروح نفس المكان، واخد بالاسباب، لاني المرة دي جاهز كويس جدا ليه. فاستعنت بالله وتوكلت على الله ورحت. لكن للأسف المرة دي كان الموضوع مختلف تماما يعني عن قبل كده. كانت المعاملة مش أحسن حاجة يعني، كان في اتيتيود وكده، والطريقة مش الوي نفسها مش حلوة. فأخدت بعضي ومشيت. بصراحة أنا كنت محبط جدا. كان السبب إيه بقى من الإحباط؟ السبب من الإحباط مش إن أنا سعيت وأخدت بالأسباب، السبب من الإحباط إن أنا حطيت توقعات أعلى من المفروض إنها كانت موجودة. توقعات في إيه؟ دايما الدرس اللي أنا اتعلمته أو الصح المفروض كان يبقى إيه؟ دايما تبقى ما تحطش توقعات كده في الحاجه دي، في اي حاجه انت رايحها يعني. انت رايح مكان ما بتسعى حاجه معينه، ما تحطش توقعات خالص، حتى لو انت كان شايف ان المستوى كويس. لو في مثلا حد كان بيسعى للحاجه دي وهو مستواه مثلا اقل منك شويه، فهو ربنا يوفقه مثلا ودخل، فانت مفيش نصيب، فانت ما تحطش توقعات. تمام. فده درس انا بدات ان انا اتعلم، ما احطش توقعات. وفي حاجه تانية ان كان فيها الخير كان ربنا ييسر لي امري فيها، لان الحاجه دي كنت بقدم فيها بقالي كتير قوي قوي، ما حصلش نصيب. تمام. هسيبكم بقى شويه مع شويه حاجات من المحاضره كده وشويه فيديوز صور. سلام. طبعا زي كل مؤتمر لازم اتصور مع الناس اللي بحبها واتصور واتكلم، فدي حاجات جميله جدا وكنت مبسوط جدا بالمؤتمر النهارده. سلام. ده آخر يوم في المؤتمر. دعواتكم طبعا بالتوفيق والسداد. كان في معلومات مهمة بس ما قابلش أكتر شخصية أنا بحبها جدا هي الدكتور محمد المهدي، ما حضرش المرة دي. المهم بقى، فالموقف اللي مريت بيه أنا اللي هو كان قبل المؤتمر بيوم ده علمني حاجة. فالحاجة اللي أنا اتعلمتها اللي هي إن أنت ما ترفعش سقف توقعاتك. يعني مثلا لو أنت محدد حاجة معينة فأنت ما ترفعش سقف توقعاتك عن حاجة أعلى من اللي أنت محددها. تمام. او ما تحددش حاجه اعلى من التوقعات. ليه؟ لان لو ما حصلتش هيجيلك احباط. طبعا انا عارف حاجه زي كده ومريت بيها، بس الموضوع كان تجربه مختلفه تماما. دي حاجه. الحاجه التانية، لسه امبارح قريت تعليق مكتوب على personality، اللي هو الاختبار بتاع البيرسوناليتي. ففي حد كان يعني بيلوم ذاته او ده مضمون. فالنهارده كان دكتور احمد ضبيع كان بيكلمنا عن الامتنان، الجراتيتيود. فانا بنصحك، او بلاش اتكلم عن نفسي، انا في ناس استخدمت الجراتيتيود في يومهم اللي هم ممتنين. انا ممتن ان ربنا اعطاني يوم النهارده، انا ممتن ان انا عندي صحه، انا ممتن ان انا عندي امي واخواتي، انا ممتن ان انا عندي بيت، انا ممتن ان انا معايا فلوس، ممتن ان انا بحضر في مكان كويس، ممتن ان انا اعرف ناس كويسه. فده من الاخر كده بينقل تركيزك من على الجانب السلبي او النص الناقص في الكوبايه للنص المليان. دي الفايده بتاعت الجراتيتيود. هيساعدك كتير في حياتك يعني. انا النهارده كان دكتور بيشرح في جانب فيسيولوجي، بيشرح عن حاجه اسمها اميجدلا. اميجدلا دي موجوده في المخ، حجمها صغير جدا، بس لكن انا في حاجات النهارده انا عرفتها سبحان الله. انا اول مره اسمع المعلومات دي واول مره اعرف المعلومات دي. فدي حاجه برضو حبيت اشارك فيها في الفلوج دوت. انا زي ما انتوا عارفين أنا ما بعرفش اعمل فلوجات قوي، بس اوفر اول وعارف ان الجوده بتاعت الفيديوز بتاعتي مش احسن حاجه، بس اوفر اول بحاول. ممكن اقدم تجربه انا مريت بيها او حاجه انا سمعتها فممكن اشارككم بيها. فسلام واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. تنفع تشتغل وجاهزه. يعني ممكن الجنين يستشعر المخاطر وهو جوه بطن امه كده، اوكي؟ فاخر شهر
اخر شهرين من السابع للتاسع، يعني الرجاله صاحيه وفايقه وعارفه هي بتعمل ايه، يعني عارفه ان في مخاطر بتروح للام. حتى المواد السامه اللي ممكن الام تكون واخداها ونازله في المشيمه وواصله لغايه الجنين تؤثر على الاميجدلا دي، فتخليها اكثر حساسيه او اكثر بلاده.